كتير بيحسوا إن آخر سنة في ثانوي مش مجرد سنة دراسية عادية، لأ، دي عاملة زي سباق مرهق جدا ضد حاجة مش مفهومة. في الكام دقيقة اللي جاية هنحاول سوا نفهم إيه اللي بيحصل ونرسم خريطة طريق تساعدنا نعدي المرحلة دي. خلينا نبدأ بأكتر كلمة بتوصف السنة دي: الضغط. الإحساس ده اللي ما بيفرقناش، إن الموضوع مش مجرد مذاكرة، لأ، ده في حمل نفسي مستمر بيستهلك طاقتنا كل يوم. وطبعا مع الضغط ده بيجي على طول إحساس تاني: الخوف. الخوف من المستقبل، من النتيجة، من اللي جاي بعد كده. لو الإحساس ده أو خليط المشاعر ده مألوف بالنسبة لك، فاعرف إنك مش لوحدك خالص. دي رحلة صعبة بتخلي الواحد يحس أحياناً إنه محبوس في جزيرة لوحده مع كل الأفكار دي. النص اللي بنستعرضه بيوصف الفترة دي وصف دقيق جدا، ما بيعتبرهاش سنة عادية، لا، بيسميها سباق غير مفهوم، سباق مليان بنوع غريب وخاص من التعب الذهني. والجملة دي بتلخص أصل المشكلة كلها. أصعب حاجة في الموضوع كله هو الإحساس ده، إن الواحد تعبان ومحدش حواليه حاسس بحجم التعب ده، إحساس إنك بتعاني لوحدك. بس هنا بقى النص بيقدم لنا تحول مهم قوي في طريقة التفكير، بيقدم حقيقة ضروري تتقال وضروري كلنا نسمعها ونستوعبها كويس. الحقيقة دي بتقول إيه؟ بتقول إن الإحساس بالتعب ده مش معناه فشل، وإن مفيش حد متأخر عن التاني، وإن محدش فينا أقل من التاني. ده سباق طويل، ماراثون. اللي بيكسب فيه هو اللي نفسه طويل، مش اللي بيجري أسرع في الأول. طيب جميل، إزاي بقى نمشي في السباق ده صح؟ النص بيقدم لنا زي بوصلة كده، فيها 7 مبادئ أو نصايح أساسية عشان نعرف نكمل الرحلة. أول مبدأ، وده يمكن أهم واحد فيهم، هو تغيير طريقة المقارنة. مقارنة نفسك بغيرك دي زي ما النص بيقول أسرع طريق للإحباط. المقارنة الوحيدة اللي ليها لازمة هي إنك تقارن نفسك النهاردة بنفسك بتاعت امبارح. هل في تطور ولو بسيط؟ هو ده المهم. نروح للنقطة التانية، ودي بتنسف فكرة منتشرة جدا: العبرة مش بعدد الساعات اللي بنقعدها على الكتاب خالص. الفكرة كلها في جودة الساعات دي. يعني ساعة واحدة بتركيز كامل أحسن من 5 ساعات مليانين سرحان وتشتت. الكيفية مش الكمية. النصيحة التالتة بتغير نظرتنا لكلمة الإرهاق نفسها. لما تحس إنك مرهق، ده مش معناه إنك فاشل أو طاقتك خلصت، لأ، ده دليل مادي على إنك بتبذل مجهود. الإرهاق ده هو إيصال بيثبت إنك دفعت تمن المحاولة. نيجي بقى للنقطة الرابعة، والسلايد دي بتوضحها بشكل عبقري. كتير مننا بيستنى الحماس يجيله عشان يبدأ يشتغل. المبدأ ده بيقول العكس تماما. بصوا كده، في البداية الحماس ممكن يكون يدوب 10%، لكن بمجرد ما تبدأ بعد نص ساعة بس الحماس نفسه بيزيد ويوصل ل70. يعني إيه؟ يعني الحماس مش هو اللي بيبدأ الشغل هو اللي بيخلق الحماس. النصيحة الخامسة دي مريحة جدا للأعصاب. بتقول إن المطلوب مننا هو السعي وبذل المجهود. النتيجة مش في إيدينا، دورنا هو إننا نعمل اللي علينا على أكمل وجه ونسيب النتائج لربنا. التركيز لازم يكون على المجهود مش على الكمال. وهنا بنوصل للنقطة السادسة، ودي عن حماية أهم حاجة عندنا، عقليتنا. لازم الواحد يبني حوالين دماغه سور يحدد الأصوات السلبية والمحبطة اللي حواليه ويتعمد يتجاهلها. صحتنا النفسية تيجي في المقام الأول قبل أي حاجة تانية. وآخر نصيحة هي إننا دايماً نفتكر إحنا ليه بنعمل كل ده. لما الدنيا تضيق لازم الواحد يفكر في أهله، في نفسه، في المستقبل اللي بيحلم بيه. الحاجات دي هي الوقود اللي بيخلينا نقدر نكمل في أصعب الأوقات. ودلوقتي خلينا نوصل لآخر جزء في النص، واللي بيرجعنا تاني لفكرة إننا مش وحدنا، وبيفكرنا بقوة الاستمرارية. أهم حاجة نطلع بيها من هنا هي المعلومة دي: نفس الإحساس اللي واحد حاسس بيه دلوقتي في آلاف غيره حاسين بيه بالظبط في نفس اللحظة، كلنا في مركب واحدة. وده بيوصلنا للسر الأخير: النجاح في الرحلة دي مش بيجي من قفزة خرافية بتحصل في يوم وليلة، لأ، هو بيجي من تراكم الخطوات الصغيرة اللي بناخدها كل يوم بإصرار. فالسؤال اللي لازم نسيبه لنفسنا هو: إيه هي الخطوة الصغيرة اللي ممكن ناخدها بكرة؟